في أطفال محدش ضربهم، محدش عذبهم، محدش حرمهم من الأكل، بس اتظلموا لما كانوا دايما الاختيار التاني، الاسم اللي بيتقال بعد اسم أي حد تاني، والمقارنة اللي ما بتخلصش. يمكن انت كنت الطفل ده اللي كان بيحاول طول عمره يثبت انه يستاهل ان هو يتحب. الموضوع ما بدأش بخناقة، ما بدأش بعقاب، بدأ بنظرة. لما تجيب 95% ويتقالك طب ما اخوك جاب 98. لما تساعد في البيت ويتقال اختك انضف منك بكتير. لما بتيجي تتكلم ويتقطع كلامك عشان حد اهم بيتكلم. لحظة ورا لحظة الطفل ده بدأ يفهم حاجة خطيرة، بدأ يفهم ان في حد اهم منه موجود. اقسى احساس ممكن طفل يحسه انه قابل للاستبدال، ان وجوده مش فارق، انه لو اختفى الدنيا هتمشي عادي. في اطفال كانوا بيعيطوا في اوضتهم مش علشان اتضربوا، لكن علشان محدش حس بيهم. كانوا بيبصوا لاخواتهم ويسألوا نفسهم في سرهم، هو انا ناقصني ايه؟ والسؤال ده بيكبر بيتحول لصوت داخلي، والصوت ده ما بيسكتش. الطفل ده لما كبر بقى شخص بيجلد نفسه طول الوقت. لو غلط غلطة صغيرة يعاقب نفسه اكتر من اي حد. لو حد انتقده ينهار من جواه. لو اتحب ما يتصدقش. ولو حد اختاره يفضل مستني اللحظة اللي بيتساب فيها، لانه متعود انه مش الاول، مش المفضل، ومش الكفاية. الطفل اللي اتقارن بيكبر يا اما متعلق زيادة عن اللزوم وخايف يتحرم من الحب تاني، يا اما بارد وبيقفل قلبه قبل ما يتحرم، لانه فاهم حاجة واحدة بس، فاهم ان الحب بيتاخد منك في اي لحظة. تخيل طفل واقف في حفلة المدرسة مستني يشوف اهله في الجمهور، يبص يمين يبص شمال يلاقي اخوه واهله قاعدين قدامه بيصوروه، وهو واقف لوحده. المشهد ده ممكن يعدي في نص ساعة، بس اثره يفضل جواه القلب سنين. مش كل غيرة وحشة، اوقات الغيرة بتبقى صرخة وجع. الطفل اللي بيغير مش شرير، مش موجوع، هو نفسه يتحب بنفس الطريقة، يتحضن بنفس الطريقة، ويتشاف بنفس الطريقة، بس محدش سمع الصرخة. أقسى حاجة مش انهم فرقوا، أقسى حاجة انهم يمكن لحد النهاردة مش شايفين انهم عملوا حاجة غلط. يمكن لو اتكلمت ويتقالك انت مكبر الموضوع، احنا ربيناكم احسن تربية. هو حد كان ناقصه حاجة؟ ايوه، كان ناقصه احساس. لان البيت هو اول مكان بنتعلم فيه يعني ايه حب. لو الحب هناك مشروط هنقضي عمرنا بندور على حب مشروط برا. ولو قيمتنا هناك كانت مقارنة هنفضل نقارن نفسنا بالناس طول العمر. الطفل اللي اتفرق بينه وبين اخواته بيكبر وهو شايل سؤال واحد، انا ليه مش زيه؟ ويمكن السؤال الصح كان ليه محدش شافني زي ما انا. لو انت اتربيت في بيت فيه تفرقة، احب اقولك حاجة، احساسك مش مبالغة، وجعك مش دلع، واللي حصل كان مؤلم فعلا، بس قيمتك عمرها ما كانت في المقارنة. انت مش نسخة من حد، انت حكاية لوحدك. يمكن اهلك غلطوا، يمكن كانوا بيعملوا ده من غير وعي، بس ده مش معناه انك تفضل تعاقب نفسك طول العمر. رسالة للأهل، لو عندكم اكتر من طفل خلي بالكم، العدل مش في الاكل والشرب، العدل في الاحساس. الكلمة بتتنسى؟ لا. المقارنة بتعدي؟ لا. الطفل اللي بيتكسر بصمت بيكبر، مش دايما بيعرف يصلح نفسه.
يمكن انت كنت شايف انك عادل في التربية، بس كل طفل كان محتاج يتحب بطريقته. مفيش حد اشطر من حد، مفيش حد اطيب من حد، في شخصيات مختلفة، بس المقارنة بتكسر والكلمة بتفضل. اصعب حاجة مش انك كنت الطفل اللي تقارن، اصعب حاجة انك كبرت ولسه مستني حد يقولك انا شايفك، انت كفاية، انا بحبك زي ما انت. لو محدش قالها لك قبل كده، انا بقولها لك دلوقتي. انت مش اقل من حد، انت مش ظل حد، انت تستاهل حب مش مشروط، من غير مقارنة، من غير منافسة، من غير وجع. لو رجع بيكم الزمن، ايه الجملة اللي كنتوا محتاجين تسمعوها من اهلكم وما سمعتوهاش؟ اكتبوها في التعليقات، يمكن حد يقراها ويقولها لولاده النهاردة. متنسوش تتابعوني على القناة، لو في حد عنده اي حكاية يبعتها لي، واحنا ان شاء الله نطلع نتكلم عنها. مع السلامة.